السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. النهاردة هنتكلم عن تلاجة في الحقيقة طلبت مني كتير جدا الفترة اللي فاتت، خصوصا اللي كان فيه كلام عليها كتير انها تلاجة مش احسن حاجة او مش كويسة او مش بتبرد كويس. فاحنا النهاردة معاكم هنتكلم عن جميع مميزاتها واقول لكم برضو عن جميع عيوبها، والعيوب دي بتكون بناء عن الناس اللي جربت التلاجة. معانا النهاردة تلاجة LG الكومبي اللي هي 588 لتر. فلو اول مره تشوفنا انزل تشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصل له كل حاجه جديده. احنا كان محتوى الوتر الجاهزه المنزليه، فلو حد عايز ياخد اي مراجعه عن اي منتج قبل ما ينزل يشتريه يسيب لنا في التعليقات هنتكلم عنه على طول، او يتواصل معانا من خلال صفحتنا اللي موجوده في صندوق الوصف عن طريق الفيسبوك. ولو في حد عايزني اعمل ريفيو برضو عن منتج معين يتواصل معانا على طول واحنا نعمل عنه ريفيو باذن الله. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم ونشوفوا معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. تلاجة LG النهارده اللي هي معانا الموديل الكومبي يعني ايه اللي بيكون الفريزر من تحت، موديلها 569 اللي هي بتكون 588 لتر. اللون بتاعها بيكون السيلفر، ده يعتبر احسن لون موجود فيها. استهلاك الكهرباء بتاعها بيكون الفئة A، طبعا في حاجات بتكون اعلى بتكون A بلس و A بلس بلس، بس هنا توفير الكهرباء مش بيكون احسن حاجة. نظام التحكم فيها بيكون عن طريق الشاشة ديجيتال اللي موجودة في وش التلاجة. الرفوف بتاعتها بتكون مصنوعة من الزجاج الغير قابل للكسر، جودته بتكون عالية جدا. طبعا زي ما اتكلمنا ان الفريزر بتاعها بيكون سفلي. غاز التبريد بتاعها بيكون R600 اللي هو بيكون مسؤول عن التبريد، ده بيكون افضل انواع الغاز اللي بتبرد. المقبض بتاعها بيكون جانبي مش بيكون في الوش، بيكون فيها منطقة لإذابة التلج، يعني بناخد مثلا الحاجة من الديب فريزر بنحطها في الحتة دي بتحافظ على انها تفك التلج في اسرع وقت ممكن. دي بتكون ميزة جميلة جدا بالذات للستات اللي بتكون اغلب الوقت ورا البيت في شغلها. بالنسبة لتدفق الهواء فهو بيوصل لجميع انحاء التلاجة بدرجة متساوية، وفي اكتر من فتحة للتبريد. بيكون فيها شاشة LED طبعا زي ما اتكلمنا بتكون بتتحكم في كل التلاجة. شاشة شيك جدا وسهلة في الاستخدام. اهم بقى ما يميز التلاجة دي هو الضاغط الخط، معمول بتصميم جميل جدا بيوفر معانا في الكهرباء وبيقلل الضوضاء شوية، وكمان بيدينا كفاءة تبريد اعلى شوية. ده كده بالنسبة لأبرز مميزات تلاجة LG الكومبي. طب هل بيكون فيها عيوب؟ اكيد طبعا بيكون فيها عيوب، اي منتج بيكون ليه عيوب. بس قبل ما نتكلم عن العيوب ده جنبي في علامة الاي كنت عامل حلقة سابقة قبل كده عن تلاجات توشيبا العربي وايه اسوأ عيب في التلاجات دي، تظهر جنبي في علامة الاي، ولو ما ظهرتش خدوا لفة في القناة وانتوا بتشتركوا هتلاقوا حاجات كتيرة جدا عن التلاجات. نتكلم بقى معاكم عن عيوب التلاجة دي بشكل خاص اللي للأسف مفيش ناس بتتكلم عن عيوبها. أول عيب معانا هو عدم توافر قطع غيارها بشكل كبير جدا في الأسواق، سواء كان في التوكيل أو سواء خارج التوكيل. بالرغم من ان الضغط العكسي او الكباس العكسي بيقلل شويه من الضوضاء، الا ان برضو بيكون ليها صوت مزعج شويه، ده بسبب انها بتكون حجمها كبير وموتورها بيكون قوي. بالنسبه لنظام التحكم من الشاشه ديجيتال، فلو عملتي اي حاجه غلط ممكن تؤدي الى ايقاف التلاجة، فبتحتاج فني، فلازم تلتزمي بتعليمات التشغيل اللي موجوده في الكتالوج. وكمان لو قللنا درجه الحراره بشكل كبير بتاعه الديب فريزر من خلال الشاشه ديجيتال فده ممكن يأثر شويه على غاز الفريون، وفي بعض الاوقات بيتوقف نظام التعقيم الاوتوماتيكي، فهي بتحتاج تقريبا كل 6 شهور صيانه، حد فني من الشركه يجي يبص عليها ويظبط كل حاجه فيها، كانكم عندكم عربيه بالظبط تحتاج صيانه دوريه. التلاجة بتكون عمليه جدا. الديب فريزر اللي تحت بيكون 3 رفوف وبيكون فيها درجين، زائد طبعا التلاجة العلويه. هي ميزتها انها واسعه، بس هل هتقدروا على مصاريفها؟ هنا النقطه. فلو قادرين على مصاريفها الدوريه فاشتروا التلاجة دي فورا. مش هنتكلم معاكم عن سعرها لان الاسعار كله بيكون في حال، فلو حد عايز يسالنا عن سعرها يتواصل معانا في التعليقات او من خلال صفحتنا اللي موجوده في صندوق الوصف. يا رب اكون قدرت افيدكم بالمميزات وبالعيوب، ولو حد برضو ظهر في التلاجة عيب عنده يسيب لنا في التعليقات بحيث كلنا نستفيد. وبكده يكون خلصنا معاكم حلقتنا النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.